في سنة 1991 وتحديدا يوم 21 ابريل وعلى ملعب ويمبلي كان في نهائي لبطولة عتيقة وقديمة في انجلترا، كاس رابطة المحترفين. نهائي بيجمع ما بين شيفيلد وينسداي والعملاق الاحمر مانشستر يونايتد. وينسداي وقتها ما كانش فريق بيحقق بطولات كتير، بس اليوم ده كان استثناء، يوم مختلف. مدينة شيفيلد كلها كانت عايشة واحدة من أحلى لحظات حياتها بعد ما لاعب اسمه جون شريدن سجل الهدف اللي جاب اللقب الأغلى للنادي، واللي كان وقتها في وسط الجمهور طفل صغير فرحان بيهتف للفريق اللي بيشجعه واللي شايف فيه حلم كبير. الطفل ده هو بطل قصتنا النهاردة، جيمي فاردي. قبل ما نبدأ الحكاية أنا عايز أطلب منكم حاجة صغيرة. الحلقة دي مختلفة شوية، مش عن لاعب من دورياتنا المحلية أو لاعب أوروبي تعودنا نسمع عن حكايته كتير، بس عن قصة لو اتعملت فيلم هتبقى من أقوى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فلو شايف إن المحتوى ده يستحق يوصل لناس أكتر، ساعدني بإنك تدوس لايك للحلقة وتنزل تشترك دلوقتي في القناة وسيب لي كومنت تقول لي فيه رأيك، لأن التفاعل بتاعك هو اللي هيخلي الحكاية دي توصل للناس اللي بتحب المحتوى ده. ويلا بينا نبدأ حكاية مش شبه أي حكاية. جيمي اتولد في يوم 11 يناير 1987 وسط أسرة مش مستقرة وأب وأم منفصلين، ودي قصة تخليك كطفل صغير أكيد تعاني من بدايتك وتأثر أكيد على سلوكك. وافتكر موضوع السلوك ده عشان أكيد هنفتكره خلال الحلقة. فاردي في بداية حياته بيروح يتمرن مع الفريق اللي بيحبه ويشجعه، والفريق ده كان شيفيلد وينسداي. ووسط الناشئين الكل بيلاحظ سلوك فاردي اللي ما كانش مظبوط تماما، عشان بأسلوبه وطريقته يجبر المدربين وقتها بتسريح اللعيب اللي ما سابش حاجه شمال ما عملهاش. حتى لو هو موهوب فسلوكه ما يأهلهوش ان هو يكون لعيب كوره او حتى رياضي اساسا. صاحب ال 16 سنه ابتدى انه يدور على شغل وينسى حلم الكوره خالص بعد ما خد اقوى ضربه من الفرقه اللي كان بيشجعها من قلبه، بس بيفضل حلم الكوره متعلق في دماغه وهو مش قادر يتخطى اي لحظه كان بيلعب فيها. بس في نص الالفينيات وتحديدا في 2007 بيجي يوم يروح فيه فاردي يلعب ماتش مع نادي هواه واسمه ستوكس بريدج بارك ستيلز. والجنان اللي يحصل وقتها وممكن محدش يصدقه ان فاردي لعب وقتها باسم واحد صاحبه، عشان فاردي كان مشهور بسلوكه الغير اخلاقي وكان قلقان ان الفريق ما يرضاش يلعبوا معاه. بس المفاجأة ان من اول ماتش بيجيب جونين ويبهر المدير الفني وقتها عشان يتصعد ويلعب مع الفريق الاول في الفريق ده. وطبعا ده مش انجاز لان الفرقة دي كانت بتلعب في دوري الدرجة الثامنة. وقتها فاردي كان مرتبه 30 جنيه بس في الاسبوع، وعشان فاردي بيساهم في مصاريف البيت وقتها قرر انه جنب الكوره ينزل يشتغل كعامل في مصنع جنب لعب الكوره. ولو قلت لك ان العامل اللي في المصنع ده جه وحكى لي انه حلم انه هو هيحقق البريمير ليج، الدوري الاقوى في العالم، ويبقى المهاجم الاول للمنتخب الانجليزي، ممكن تصدقوا لان ده مجرد حلم. ما كلنا بنحلم عادي، بس لو قلت لك لا ده ما كانش مجرد حلم، دي حقيقه مرئيه تقريبا مستحيل تصدق ان العامل اللي في المصنع ده هيحقق الانجازات دي كلها. تعال اكمل لك حكايه الولد المشاغب اللي كان عنده عزيمه واصرار انه يكون في يوم من الايام في القمه. جيمي خلال 3 مواسم مع فريقه الهاوي قدر يسجل 60 جون، ولكن المشاغب هيفضل مشاغب حتى وهو متألق مع فريقه. فاردي اللي كان تقريبا بيروح البار اكتر ما بيروح التمرين، بيروح في يوم مع واحد صاحبه وهناك بيستفزه حد في سنه فيمسك الولد ده يديله علقه محترمه، عشان وقتها بيتم القبض على فاردي وبيتحكم عليه انه ما يخرجش من بيته من بعد الساعه 6:30 مساء، والا هيقضي حياته في السجن. ويتركب لفاردي وقتها جهاز تراكنج او جهاز تتبع بمعنى اصح بيحدد مكانه بالظبط فين، لدرجه ان وقتها في ماتشات فاردي كان بيطلب يتغير في الدقيقه 60 عشان يلحق يروح جري قبل ميعاد حظر التجوال بتاعه ويتجنب اي عواقب من الحكومه. وبعد المعاناه اللي عاشها فاردي ادرك انه لازم يركز في حياته اكتر، لازم يكون مسؤول، خصوصا بعد ما ربنا رزقه باول مولوده في 2010. وجات له اول فرصه حقيقيه لما نادي بينشط في دوري الدرجه السابعه اسمه هالفيكس تاون. النادي مش كبير بس بالنسبه لفاردي كانت خطوه لقدام. لعب معاهم 37 ماتش وسجل 26 جون، يعني تقريبا جون كل ماتش ونص، وده رقم مرعب لاي مهاجم حتى في مستويات اعلى. النادي اللي اشتراه ب 15,000 يورو باعه بعد موسم واحد بس ب 150,000 يورو، يعني كسب من وراه 10 اضعاف. بس الاهم من الفلوس ان فاردي بدأ ياخد نفسه ويحس انه راجع، وان الحلم اللي دفنه رجع يطلع تاني. راح وقتها الفريق اسمه فليت وود تاون، نادي بيلعب في الدرجة الخامسة
وهناك الشراسة بتاعت فاردي كانت بتزيد كل ماتش، سرعته كانت رعب لأي مدافع، والنتيجة الفريق صعد بيه من الدوري الدرجة الخامسة للدوري الدرجة الرابعة. في اللحظة دي بيجي عرض الفاردي ب 750 ألف يورو من فريق في الدرجة التانية، بس فليت وود قال لأ، احنا مش هنبيع فاردي بأقل من مليون يورو. وفاردي نفسه كان مستغرب، انا لعيب هاوي ومشاغب، مين هيدفع فيا الرقم ده وامتى هطلع للنور؟ لكن في الحقيقة انه ما كانش محتاج يسأل، لان هو اللي فرض نفسه بنفسه، لانه خلال الموسم واحد بس سجل 31 جون في 36 ماتش. والمرة دي فاردي بقى مطلوب من مدربين الفرق الكبيرة، مش مطلوب من الشرطة. بيجي نادي ليستر سيتي ويدفع الرقم اللي فليت وود عايزه، مليون يورو. فاردي اخيرا بيبدأ يحس ان رحلته خدت المنحنى الصح، وانه داخل على محطة مختلفة، محطة الاضواء. بس لو فاكر ان كده فاردي حقق الخيال، لا، الخيال لسه ما بدأش اصلا. بتبدأ حكاية فاردي في الشامبيونشيب، وفي الأول فاردي ما بيلاقيش الترحيب اللي كان مستنيه، رتم أعلى، ضغط أكتر بكتير، جمهور بأعداد ضخمة، مش جمهور بال700 زي زمان، لا، جمهور بعشرات الآلاف، جمهور بيحاسب على كل لمسة وكل بوصة غلط. في الأول فاردي ما كانش مذهل، لا أداء ولا تأثير. أداؤه كان بيقول ان لسه لعيب هاوي مش محترف، ومهما كان التعامل مع الفرق اللي هواه عمره ما هيكون زي التعامل في الشامبيونشيب. فرق السرعه وفرق القوه وفرق النظام، فرق الضغط النفسي اللي ممكن يهد اي لعيب مش جاهز. فاردي بيخلص اول موسم ليه مع ليستر بعد ما لعب 26 ماتش بيسجل 4 تجوان بس، والجمهور وقتها بدأ يشك، والإدارة بقت تقول هو ده اللي دفعنا فيه مليون يورو؟ ده حتى مش بيلعب نص اللي اتقال عنه. وبدأت الناس تشوف ان الصفقة فشلت، وان اللاعب اللي جاي من تحت قوي مش قادر يثبت نفسه، والكل بدأ يبصله بنظرة شك. لكن وسط كل ده كان في 2 بس شايفين غير كده، نايجل بيرسون والمساعد بتاعه جريج شكسبير. الاتنين دول كانوا مؤمنين بفاردي، مصدقين ان الولد ده هيجي عليه يوم ويبقى المهاجم الاول في انجلترا كلها. كانوا شايفين حاجه محدش شايفها، شايفين جوه المشاغب ده مهاجم مرعب، بس لسه محتاج الوقت. الموسم بيكمل وليستر يوصل للبلاي اوفس ويحطوا رجليهم على اعتاب البريمير ليج خلاص، وبيجي يوم الماتش نص النهائي قدام واتفورد، وفاردي ساعتها كان قاعد على الدكه بيتفرج وبيتمنى يشارك بس بيقعد بره. الماتش بيتلعب وليستر بياخد ضربة جزاء في اخر الدقايق، والنتيجة ممكن تخلص، لكن الركلة بتضيع وواتفورد يعمل هجمة مرتدة من عالم تاني. هجمة واحدة بتقلب كل حاجة، واتفورد يسجل في الدقايق الأخيرة، وفجأة الحلم كله بيتبخر. فاردي وقتها بيحس انه وقع، مش بس من البطولة، وقع من جواه. الإحساس ده صعب جدا، خصوصا لما تحس انك قربت من حلمك وفجأة حد بيشدك لتحت. بس اللحظة دي كانت لحظة فاصلة، اللحظة اللي يا اما تكسر الواحد يا اما تقويه وتعلمه درس ما ينساهوش. وفاردي قرر ان الموسم الجاي هيكون مختلف، قرر ان هو هيرد، قرر ان هو مش هيسيب حاجة جواه، قرر ان الماتش ده مش هيكون النهاية، ده هيكون البداية. في الموسم اللي بعده فاردي بيرجع يرد، وبيرد بقوة، بيرد على اللي شكك فيه وعلى اللي قال انه صفقة فاشلة وعلى كل صوت انتقاد سمعه في المدرجات. فاردي في الموسم ده بيثبت انه مش لعيب هاوي، بيسجل 16 جون ويصنع 4 كمان خلال 36 ماتش، وده في دوري صعب تقيل اسمه الشامبيونشيب، مش سهل انك تسجل فيه الرقم ده. بس الاهم من الارقام انه كان بيلعب بروح، بيلعب بجنون، بيلعب كأنه بيحارب على كل كورة. عشان كده كان دايما اول واحد يضغط، واول واحد يفرح، واول واحد يزعق لما الفرقه تقع. فعلا الموسم ده بيكون موسم الاحلام، ليستر بيحسموا الصعود، مش بس كده بيصعدوا كمتصدرين للتشامبيونشيب، ومن عامل في مصنع والكرة كانت مجرد جزء من يومه للاعب بيروح بفريقه لاعلى مستوى في انجلترا. واللحظه الاهم لما ناديه يختاره كبلاير اوف ذا سيزون، جيمي فاردي بقى اللاعب رقم 1 في ليستر. وده ما كانش التتويج، ده كان الانذار ان في مهاجم جديد طالع من تحت وداخل البريمير ليج مش عشان يشارك، داخل عشان يسيب علامة.
وفي موسم الصعود فاردي غاب عن اول ماتشين بسبب الاصابه، وكان لازم يحارب بقى عشان يثبت انه قد مستوى البريمير ليج. اللحظه اللي بتمثل حلمه ابتدت تتجسد في يوم 31 اغسطس لما نزل قصاد ارسنال. الماتش انتهى تعادل وهو ما سجلش، بس مجرد تواجده في ماتش بالحجم ده قدام فريق من الستة كبار كان لحظه انتصار شخصيه لفاردي. لكن اللي فعلا خلى الكل يتكلم عنه كان الماتش الاسطوري ضد مانشستر يونايتد. مانشستر وقتها كان لسه عنده بقايا من امجاده، وكان متقدم 3-1، والناس خلاص كانت فاكره ان ليستر هينهار. لكن اللي حصل بعد كده كان جنون. ليستر قلبها وكسب 5-3، وفاردي لعب دور بطولي، ماتش خيالي فعلا. ورغم اللحظات اللي ما بتتنسيش، الموسم ما كانش سهل خالص. ليستر بعد كل ده كان ضمن الفرق المرشحه للهبوط، والموسم بتاعهم كان قرب على النهايه المأساويه. بس هنا ظهر بعد تاني لفاردي، مش بس المهاجم، لا القائد الرافض ان الحلم يضيع. من ابريل بدأت رحلة الهروب من الهبوط. فاردي وقتها كان بيقود الهجوم حتى لو مش دايما بالاهداف. سجل هدف حاسم ضد ويست بروميتش، وبعدها جاب جون الفوز قدام بيرنلي، وكان دي نقطة التحول. ومن هنا حصل اللي ما كانش حد يتوقعه. الفريق كسب 7 ماتشات من اخر 9، والناس يوميها اتفاجئوا ان ليستر مش بس نجا، ده طلع المركز ال14. وفاردي ختم الموسم بجون قصاد QPR. موسم ما كانش مبهر على الورق لا لفاردي ولا للفريق، بس كان فيه عنصر الدراما، الانكسار، المقاومة، والانفجار في اللحظات الأخيرة. الناس شافت انهم نجوا من الهبوط بالعافية، لكن الحقيقة ده ما كانتش غير المقدمة. لو شايف ان دي كانت المعجزة، فاستنى الفقرة الجاية لان المعجزات الحقيقية لسه ما بدأتش. موسم 2015-2016 موسم شبه الأحلام، أو ممكن تقول عليه قصة من الخيال. بس اللي ميز القصة دي إن بطلها كان فاردي، راجل مش جاي من الأكاديميات العريقة أو متربي في أندية الصفوة. ده واحد كان بيشتغل في مصنع، وفجأة بيلاقي نفسه بيقود فرقة كانت بتحاول الموسم اللي فات مجرد تفضل في الدوري، دلوقتي بينافسوا على الدوري نفسه. ومن اول ماتش في الموسم فاردي بيدي انذار قصاد ساندرلاند، بيسجل جول وبيساعد الفريق يفوز برباعية، كانت اشارة ان الموسم ده مختلف. المدرب رانييري وقتها كان دايما بيفضل يلعب الكرة السريعة والجريئة ومعتمد على المرتدات، وفاردي كان بالبلدي كده هو سلاح الدمار الشامل. في الخطة دي بسرعته المرعبة وتحركاته اللي بتدمر اي دفاع، فاردي كان دايما جعان تهديف، جعان للنجاح، جعان يثبت ان مكانه وسط الكبار مش صدفة. المدافعين كانوا دايما بيترعبوا منه، وده بان في حاجة واحدة. فاردي بدأ يسجل ويسجل ويسجل 7 ماتشات متتالية، والناس بدأت تهمس هو ده هيكسر رقم فان نيستلروي، الرقم اللي ما كانش حد يقدر يقرب له. 10 ماتشات متتالية ب10 اهداف. بس فاردي ما كانش في دماغه مجرد يقرب للرقم ده، كان ناوي يفشخ الرقم ده بنفس الطريقة اللي فشخ بيها علم الجماعة اياهم. جول في الماتش الثامن ضد ويست بروميتش، وبعدها الماتش التاسع ضد واتفورد، وفاردي لسه شغال، وكل الناس في انجلترا بدأت تغني باسمه، خصوصا انه انجليزي. ولما الانجليزي يتألق الدعم دايما بيجيله من كل حتة. وبيجي اليوم المنتظر يوم 21 نوفمبر قصاد نيوكاسل، اللحظة الحاسمة، بيسجل ويبقى فاضل له خطوة واحدة بس ويبقى هو رقم 1. وتيجي الخطوة دي يوم 28 نوفمبر، وتحديدا اليوم ده يوم عيد ميلادي، في ماتش مانشستر يونايتد وفي ملعب الكينج بار. الملعب مليان، الأضواء كلها عليه، وكل الكاميرات مستنياه، وكل الناس بتسأل هل هيعملها. وفي الدقيقة 24 تحديدا فاردي بيكسر كل الحواجز وبيكسر كل التوقعات وبيسجل، ووقتها رسميا اكتر لعيب في تاريخ البريمير ليج يسجل في ماتشات متتالية، 11 ماتش متتالي ب11 جون. بس الاهم من الرقم هي الروح، الشراسة والعزيمة اللي خلت الراجل ده من لا شيء يبقى اسطورة. واللي بيأكد ان فاردي مش بس قصة حلوة لموسم واحد، هو انه كمل واستمر وفضل ثابت. فاردي مش فقاعة، فاردي بقى رمز، واللي جاي كان اعظم. نيجي بقى التفصيلة بتخلي فاردي في حتة لوحده. ايه هي بقى؟ اي مهاجم ممكن يسجل اجوان،
دي حاجة طبيعية في شغلانته، بس اللي يخلي فاردي مختلف ان الجون اللي بيدخله بيخليك تسأل نفسك هو الجون ده طبيعي، بيخلي عينك تلمع، بتقف لحظة كده تقول ازاي. حتى لو بتشجع الفريق اللي دخل فيه الجون، انت غصب عنك بتحترمه، بتستمتع بالجول ده، وبتشوف ان اللحظة دي مش مجرد هدف، دي لوحة فنية. وابرز لحظة تخلد المعنى ده لحظة بتاريخ 2 فبراير 2016 قصاد ليفربول. فاردي بيلعب كرة صاروخية من بره ال 18، كرباك طاير في الزاوية، جول بيخلي يورجن كلوب نفسه اللي واقف مذهول ويسيب كل حاجة ويسقف. مدرب الخصم بيسقف للاعب سجل فيه، لحظة بتحصل مرة في العمر. ومع الجول ده ليستر بينفرد بصدارة الدوري، والدنيا كلها بتبتدي تحس ان اللي حصل ده مش صدفة، لا ده واقع اسمه ليستر وفاردي. وفي عز التوهج العروض بتبدأ تتقدم، فرق اكبر من ليستر من انجلترا وبراها كلهم عايزين التوربيد الانجليزي ده، لكن فاردي عنده حاجة مش عند ناس كتير، الولاء. بيقرر يكمل مع ليستر وبيجدد عقده، لانه شايف ان الحكاية اللي بدأها من اول الموسم لازم يكملها بنفسه. ومع مرور الوقت وليستر فوق، المشككين بيزيدوا. رانييري هياخد الدوري بليستر وسط ليفربول والسيتي ويونايتد وارسنال، لدرجة ان ميدو وقتها طلع على الهوا وقال لو ليستر خد الدوري انا هحلق شعري. وكلنا فاكرين اللي حصل بعد كده. في 10 ابريل فاردي بيسجل جولين قدام ساندرلاند ويوصل بيهم ل 21 جون في الدوري، ويتخطى الرقم التاريخي اللي مسجل باسم جاري لينكر 20 جول. فاردي كتب اسمه في كتاب التاريخ الذهبي للنادي، وليستر بيقرب خطوة من حلم. ليستر بيحجز مكان لأول مرة في تاريخه في دوري الأبطال، فريق من سنتين كان في الشامبيونشيب، دلوقتي وسط كبار أوروبا. بس زي ما انت عارف الدنيا عمرها ما بتفضل وردي، بيجي ماتش ضد ويست هام وفاردي كالعادة بيسجل جون، لكن بياخد طرد. الطرد ده خلاه يغيب عن اهم ماتشات في الموسم، ماتشات الحسم، واللي كان في ايده يعمله انه يتفرج من بعيد، وهو حاسس انه لازم يكمل الحلم اللي بدأه، بس المرة دي مش بإيده. وفي عز التوتر تيجي لحظة خارقة، لحظة خدت الدوري من توتنهام وودته ليستر سيتي. هازارد بيسجل جول في توتنهام، والجول ده بيكون لحظة التتويج رسميا، المعجزة اتحققت. ليستر خد الدوري وميدو فعلا حلق شعره زي ما وعد، وفاردي انهى الموسم ب 24 جون، وصيف الهدافين بعد هاري كين. ولو ما كانش اتطرد كان ممكن يكون الهداف الحقيقي من غير منازع، بس حتى من غير لقب الهداف الكل اختاره كلاعب للموسم. الصحافة والنقاد والجمهور كلهم اتفقوا ان القصة دي مش هتتكرر تاني. ويوم الاحتفال فاردي واقف مبتسم وحواليه مراته وعيلته، وفخور مش بس باللقب لكن بالقصة كلها، قصة الراجل اللي كان عامل بسيط ولعيب هاوي وبقى بطل اقوى دوري في العالم. وبعد نشوة الاحتفال واللي حصل وقت التتويج، ليستر دخل الموسم اللي بعده بشكل مختلف تماما. السكواد مش هو نفس السكواد، لا بالشكل ولا بالحالة الذهنية. دلوقتي ما بقوش الاندر دوجز، دلوقتي هم حامل اللقب وكل العيون عليهم، وكل واحد ماسك عدسة مكبرة على لاعب واحد هو فاردي. وفي الصيف ارسنال بيدخل على الخط بيجس النبض، بيقول احنا عايزين فاردي وهنفعل الشرط الجزائي حالا، لكن فاردي بيفعل وضع انا مش مهتم، بيقول بكل بساطة انا مخلص لليستر مهما حصل، لان ده الفريق اللي صنعني وهو اللي امن بيا وشاف فيا حاجة لما محدش شاف، وطول ما الفريق محتاجني انا موجود. بس كأن الكرة قررت تختبر ولائه. اللاعب اللي كسر الدنيا وسجل في 11 ماتش متتالي الموسم اللي فات بيصوم عن التهديف 10 ماتشات متتالية، ولا جول ولا لمسة مؤثرة ولا حتى لمحة من اللي كان بيعمله. لكن زي ما قلت لك فاردي مش من النوع اللي بيهدى، الولد المشاغب ما يعرفش يقعد ساكت، ويجي ماتش ضد مانشستر سيتي ويقرر يفكر الكل هو مين، ويفش غله كله في مانشستر، يسجل هاتريك ما يتنسيش، ويكركب المنظومة الدفاعية بتاعت السيتي تماما. كان باين انه خد كنز الريد بول وقال خلاص كفايه صيام،
بس بعدها الدنيا ما تفضلش ثابته، ضد ستوك سيتي بياخد طرد، ومن غيره الفريق بيبان جدا انه تايه، وبيبان قد ايه فاردي هو نبض الفريق، وان ليستر من غيره مش هو. وفاردي قاعد بيتفرج يشرب 7 كنز ريد بول وقهوه في اليوم وهو عاجز عن المساعده، بس عينه كلها نار. النتائج بتبتدي تتراجع، والفريق اللي عمل قصه اسطوريه يلاقي نفسه بيقيل رانييري، الراجل اللي كتب معاهم التاريخ. وفي وسط كل ده ليستر بيلعب في دوري ابطال اوروبا، والكل متوقع خروج بدري، لكن لا، ليستر بيفاجئ الكل ويتأهل كأول مجموعته متفوق على فريق زي بورتو، وفي دور ال16 بيواجه اشبيليا. وقتها فاردي يظهر ويسجل ويقود الفريق للتأهل للربع النهائي. في ربع النهائي الخروج بيجي على ايد اتلتيكو مدريد، لكن حتى في الخروج فاردي حط بصمته، جول برضه في شباك اوبلاك، جول بيبين الراجل ده عمره ما بيختفي وقت الجد. وينتهي موسم ليستر في المركز ال 12 وفاردي مسجل 13 جول في الدوري، ارقام مش نفس الحكايه الخرافيه بتاعت الموسم اللي فات، لكن الرساله اقوى من اي رقم. ليستر بقى من كبار اوروبا مش بس كبار انجلترا، وفاردي بيثبت انه مش بس نجم موسم، لا ده نجم مصمم مستعد يواجه اي حاجه، والاهم من ده كله راجل وفي، واخلاصه لليستر هو اللي بيخليه دايما مميز. وفي موسم 2018 فاردي بيواصل التألق، وبيكون تقريبا المتألق الوحيد وسط فريق بيحاول يلاقي لنفسه شكل، بيسجل هدفين قدام أرسنال، لكن ده ما كانش كفاية وليستر يخسر 4-3. وبرغم ده فاردي ينجح انه يسجل 20 جون كاملين، وليستر ينهي الموسم في المركز التاسع. وقتها اي حد بيلعب فانتسي كان اكيد عنده الفاردي بارتي، وفي التشكيله الاساسيه كمان. والدليل فاردي بياخد جايزه اجمل هدف في الموسم بعد تمريره سحريه من رياض محرز بيستلمها ويحطها بقدمه الضعيفه في واحده من الجماليات اللي تخلي اي جون لفاردي يستاهل يتعلق على الحيطه في برواز. وزي ما دايما فاردي مختلف، قرر يكمل ولائه ويمضي على عقد جديد لمده 4 سنين مع الثعالب. محرز مشي، كانتي مشي، وكمان حتى بعدين هتلاقي ماجواير بيمشي. اغلب النجوم سابوا القصه، لكن البطل مكمل وهو كان فاردي. وفي الموسم اللي بعده فاردي ما كانش بس النجم الاول، فاردي بقى الملهم، بقى الحلم لاي ناشئ يدخل الفريق انه في يوم من الايام يبقى زيه. وفي يوم 4 يوليو 2020 التاريخ بيكتبه من جديد، فاردي بيسجل هدفه رقم 100 في البريمير ليج، ويبقى اول لعيب في تاريخ ليستر يدخل نادي ال100. وفي نهايه الموسم ده يحقق رقم خرافي 23 جون في الدوري، وياخد الحذاء الذهبي وهو عنده 33 سنه. متخيل؟ ده اللاعب اللي ما كانش حد مصدق ان هو هينجح في البريمير ليج اصلا. ومع روجرز بيقود ليستر للتأهل لليوروبا ليج بعد ما فشلوا بصعوبة في اللحظات الأخيرة انهم يضمنوا مكان في دوري الأبطال. وفي الموسم اللي بعده فاردي بيقود ليستر لتحقيق بطولة جديدة، كأس الاتحاد الإنجليزي، الاف اي كاب، بطولة بتحط اسم ليستر رسميا في جماعة الأبطال. ورغم العمر ورغم الإصابات فاردي فضل ثابت، سجل 15 جون في موسم صعب، لكن سنة 23 الدنيا بتتغير. ليستر حاله ما بقاش كويس، النجوم اختفوا، الأداء اتراجع، وفاردي بقى عنده 36 سنة ولسه هو النجم الأول في الفرقة، الراجل اللي كسر الدنيا في الشامبيونز ليج، واللي خد أحسن لعيب في الدوري، اللي كسب الحذاء الذهبي، واللي رفع درع البريمير ليج. بيلاقي نفسه بيرجع خطوة لورا، بيرجع للتشامبيونشيب. كان ممكن وقتها يقول كفاية، كان ممكن يروح أمريكا أو السعودية زي ما نجوم كتير بتعمل، لكن فاردي لأ، قرر ان هو يفضل، قرر انه يكمل مع ليستر حتى في الهبوط، لان البطل الحقيقي مش بيختار المجد وبس، البطل الحقيقي بيختار الوفاء حتى لو كان في القاع. في الموسم اللي بعده فاردي بيقدر يسجل مع ليستر 20 جون، رسالة واضحة من فاردي للجمهور، انتوا حطيتوا امالكم فيا وانا مش هخذلكم. وفعلا ليستر بيرجع تاني لدوري الاضواء البريمير ليج، بس بعد العودة كان واضح ان ليستر بقى ظل الفريق اللي كسر الدنيا زمان. الفريق فقد هويته، ونجمه الوحيد بقى 37 سنة بعد رحلة دامت 13 سنة من 2012 ولحد 2025. فاردي بيعلن الرحيل، وتنتهي القصة بعد ما رحل كل النجوم. كان جه الدور على القائد ان هو كمان يقول سلام.
بس الفارق انه رحل وهو مخلص، رحل بعد ما قدم كل نقطة عرق، كل نفس، كل لحظة ممكنة، ورحل في لحظة أيقونية وهو بيسجل هدفه الأخير، الجون رقم 200 بقميص ليستر. والسيناريو عشان يكون محبوك كان لازم يكون الجون ده يجي في نفس اليوم اللي مضى فيه أول عقد مع ليستر، وكأن الكرة نفسها قررت تختم الحكاية زي ما بدأت، بلقطة متقنة بلحظة ما تتنسيش. جيمي فاردي النجم اللي مستحيل الجمهور ينساه، ولما نيجي نحكي حكايته لازم دايما نفتكر الجملة اللي بتمثله: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. من لاعب في دوري الدرجة الثامنة محدش بيتفرج عليه ولابس جهاز تتبع في رجله عشان الحكومة تراقب سلوكه، لنجم منتخب انجلترا وشريك هاري كين في الهجوم وقائد معجزة الدوري الانجليزي، واللي جاب بعدها كاس الاتحاد واخد الحذاء الذهبي وبقى هداف اقوى دوري في العالم. قصة لما تحكيها تحس انك بتحكي فيلم، بس بطل الفيلم هنا اسمه جيمي فاردي. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واشترك في القناة دلوقتي، وقول لي في الكومنتات تحب الحلقة الجاية تكون عن مين، أسطورة قديمة ولا موهبة لسه بتكتب حكايتها. قول لي وانا عليا الحكاية. واخيرا وليس اخرا، يا رب تخشوا الجنة.